السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، وكنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف يا رب العالمين. الله ينصر الحق، الله ينصر الحق، والله ياخذ الحق ديال المظلوم، والله ياخذ الحق في الظالم. هادشي اللي نقدروا نقولوا. اليوم غنهضروا على المواضيع اللي كانت صراحة مهمة كنت غنتكلم فيهم، ولكن الاحداث كتروا، واكيد ما غاديش نخليو الاحداث المهمه واللي صراحه الله مهمه في المجتمع ديالنا وفي القضايا ديالنا ولا في المحاكم ديالنا ولا في القانون ديالنا ونتكلموا في التفاهه. ملي كنقولوا قضيه مهمه اللي هي شهادات الزور، حيت كما شهدت على هاد الناس تقدر تشهد عليه وتشهد عليك وتشهد على واحد اخر، ماشي عليه واللي مهم، ولكن لا الاحداث ولا الخبايا اللي كيدير مثلا بحال انه يدخل شهادة الزور. هذه راه قضيه ديال الراي العام، هذه راه قضيه انسانيه. كما شهدت على هذا غدا تجي تشهد عليا، كما شهدت على محمد وراضيه غدا تشهد على الام ديالها. يعني ماشي بعيد انها تشهد على الام ديالها، وان تدخلوا الناس الابرياء للحبس. خوتي خواتاتي، المهم الموضوع اللي غنطرق ليه غادي يصدمكم. شكون عارف صديقه ديال دواحه اللي ساكنه في تطوان؟ صديقه ديال دواحه اللي داخله في الجمعيه. شكون عقل على دواحه ملي بارطاجات الجمعيه ديال الختانه ديال الدراري؟ شكون عقل بان خرجات ماشي مره ماشي جوج كتقول الصديقه ديالي الوفيه والصديقه المقربه ديالي، وقالتها مرارا وتكرارا وجات عندها للدار، سميتها سوها ولا سوها ولا سهام ولا المهم ما عقلتش على السميه بالضبط. شكون عقل عليها؟ كتبوا لي واش عقلتوا على هاد الاحداث اللي عاودت لكم. المهم بالمختصر المفيد انه الصديقه ديال دواحه مع الاسف قدر الله ما شاء وفعل تحكمات اخوتي العزاز، تقرقبوا عليها وتحكمات بعام ولا عامين ديال الحبس ولا كاع 3 سنين. يا ربي السلامه. علاش؟ بسبب انها لقوها عندها يد في تشفرت وعندها يد في تزوير مع الجمعيات وزيد. خوتي خواتاتي، كنطلبوا الله السلامه والعافيه لنا ولكم، الله يغفر لنا ولكم. ولكن القضيه فيها تنصبت، فيها الجمعيات عقلتوا عليها؟ شكون عقل؟ واش سوها ولا سلوى؟ وما بقيتش عقلت بالضبط على سميت البنت. صديقه ديالها راه جبتها للدار، صورات معاها ولكن ما بيناتهاش، قالت بان الصديقه الوفيه ديالي صديقتي حبيبتي وجات عندها للسبيطار. المهم راه ملي ولدات جات عندها. المهم راه الاحداث كاملين حضرتوا عليها، غير السميه اللي صراحه الله مشات لي من بالي غادي نتفكرها ونكتبها لكم، واكيد المتابعين الى اللي تفكروها وعرفوها غادي يكتبوها لي في التعليق. اش غنقول لكم؟ دوحه صاحبه الكوارث الكحله. غادي ندوز دابا اول قبل ما ندوز الله يطلق سراحها، الله يخفف عليها. هذا ما نقولوا صعيب الحال انه مرات تعتقل وتحبس بالحبس نافذ، وماشي شهر ماشي شهرين ماشي 4 شهور ماشي، راه القضيه فيها اعوام. الله يطلق سراحها وعندها وليدات، الله يفك سراحها، الله يطلق سراحها ويطلق سراح اي مسجون مظلوم فقط. اما الظالمين الله ياخذ فيهم الحق وان شاء الله في عذاب النار. وشهود الزور بغينا ربي يحرقهم في الدنيا قبل الاخره. غادي ندوزو دابا الموضوع ديال البارح. الا ركزتوا مزيان غادي تلقاو بان المراه مع راجلها وما متفاهمينش في الدار. غادي تلقاو المراه كتشرق والراجل كيغرب، البرقاقه ديال الدوار كتشرق والزوج كيغرب. ولكن ربي كبير، الحمد لله، الحكم على جبيلو ومراته ب4 أشهر حبسا وغرامه ماليه. هذا فضل الله سبحانه وتعالى،
وذنوب الظالمين عفوا وذنوب المظلومين راه بانوا، والظالمين خداو حقهم، الظالمين خداو حقهم ومازال عطيعطي. ما تزربوش بزاف، قعدوا من بعيد وتفرجوا ليا، حيت ربي كبير كما تدين تدان. راه ماشي سهل انك تظلم اطفال صغار وتخرجهم من دارهم وتدير لهم الافراغ وتردم لهم بيرهم وتهدم لهم دارهم، لكل هذه ذكريات وكلها ضحك وكلها بكاء وكل زاويه في ديك الدار وكل قنت في ديك الدار كتحمل ذكريات ديال دوك الاطفال. راه ماشي سهل انك تعذب الناس 3 سنين ونص ولا 4 سنين وهما طالعين نازلين مساكن على كذبه ديال انه سرقوا ليا وتعرضوا ليا. مع الاسف الشديد انه وصلنا لواحد الزمان اللي كيصدق الكاذب ويكذب الصادق. مع الاسف الشديد هذه هي الحقيقه، ولكن ربي كبير ولو انصركم بعد حين. هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوز علي وباغي يخدم بالقضيه ديال الطوموبيل بان ما غنسمحش في حقي وغنتابعتهم قانونيا ودرت الاجراءات. ومراته خرجات من ورا ظهرو قالت الميكروبا الحقيقه اللي جبنا لكم، انا قلتها لكم البارح، قلت لكم وصلوني خبر ولكن ما تاكدتش 100% واش بصحت ولا لا. وفعلا الخبر كان صحيح، حتى الميكروبا اكدته، قالت بان راه دابزو الدراري وكانت وقعت المضربه وجات الضربه في الطوموبيل. وعلي واسمح لا سمحي ليا ما تكذبيش على الناس، ما تبينيش في الصوره ديال ملاك وما تبينيش بان انسان بريء وهو ظالم، ما تبينيش بان انسان متقي الله وهو مجرم، ما تبينيش في انسان انه ما شفرش وهو شفر ونصب. راه هو جرى عليك ويرطردك وسمح فيك وتوادع معنا حنا اللي كنتقدوه وضرب فيك انتيا وهانك وقهرك، ولكن ما تبينيش الصوره ديال الكذوب، ما تبينيش انه سمح الناس وهو مشى مع دوك الدراري كاملين هبطوهم وكل واحد خلصوا. هذه هي الحقيقه، كل واحد عطاه مبلغ، يعني ما تكذبيش. وهو تابع لاسورانس ديالو، اكيد غادي تعوضوا كلشي حيت كانت حادث. نوضي تقعدي، نوضي تشلي الهاربه من العداله والهاربه من العداله. انت بحال ما كيتكلم، عندك وجه غير ديال اللايفات، اما الواقع شيئا اخر. الواقع كتخبيك الفاره، ما عندك الوجه اللي تبيني. وسيري فكي حريرتك عاد جي هضري على حريره الناس. انا نصيحه ليك، عندك غارقه وقهوه معصر ومقطره وقهويه وقصحه قصحه 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 بزاف. المهم على الرسول الا البلاغ، سيري فكي حريرتك. دواحه البرقاقه تفاهمي مع الزوج، ماشي هو يخرج يشرق وانتي تغربي. اللفعه راه قلت ليهم انا البارح، اللفعه واقفه في الدروج هو سير يقلب عليها تحت الحجار وبين البير، لا تحت في البير لا مورا البير، وهي راه كانت جالسه غا حداكم، كانت جالسه غا في الدروج. واقسم بالله الا كانت واقفه اللفعه القرطيته السامه كانت واقفه غير في الدروج وكتقلبوا عليها. ولكن الوعره هي ديال بندريس هاز الفاس وخايف كيترعد وحتى الحيه شدينا ليها الخدام. هذه تكفيكم. المهم دواحه فرشتيه، هو خرج باغي يخدم بالكذوب، باغي يغطي على الاحسان العمومي وباغي يغطي على الشهيده ويغطي على الخرجه ديال محمد. ولكن انت ما خليتيش، في نفس نهارو خرجتي قلتي الميكروبا ها شنو وقع. الحمد لله هادشي حنا راه عارفينه، وصلنا ونهار السبت وقع هادشي. ولكن حنا ما كنبغيوش انه نزيدو نغرقوا. واش كتفهموا؟ كنحاولوا ان نتفاداو، كنحاولوا نخليو الماء منين يدوز البرقاقه الضواء. قال الاسرار ديالكم ما كتخبيهم، فما بالك ديال الناس. المهم غادي نرجع للاخت اللي تحكمت، صاحبتها امسوها ولا سوها ولا المهم سلوى ولا المهم فكروني في سميتها. ما عقلاتش عليها دواحه،
ما عقلاتش عليها نهائيا، وهي صاحبتها. وصاحبتها يا خوتي العزاز قالت لك صاحبتي، وانا عارفاها بان ما عندها صحاب، عارفاها بان صاحبتها ما عندها، حيت هي صاحبتها هي شي لفعه فقط، بحالها بحال الميكروبه، هي صاحبتها وهي الطرف ديالها. نقول لك ربي معاك، حيت هي خوها وما عقلاتش عليه، خوها وسمحت فيه، خوها وما بارطاجاتوش، خوها وما دعماتوش، فما بالك انتيا غادي توقف معاك. وربي كبير لشهيد الزور بن دريس، جاب البغل جاب بغل ومات البغل، مات البغل البول البغل، هادشي اللي وقع. ربي كبير وربي كبير وحنين، والله العظيم الا ذنوب راديو محمد حتى يخرجوا فيكم مازال ما شفتوا حتى حاجه، مازال ربي غيعذبكم في الدنيا قبل الاخره. علاش؟ عرفتوا علاش؟ حيت هاد الناس راه ما داروا حتى حاجه، فتحوا قناه يا ودي باغيين يخدموا على ولادهم، وانتم نطوا حاربتوهم من جميع الطرق. المهم البغل جاب البغل ومات البغل. شفتوا بن دريس حالته كي دايره، وحالته تشفي العدو، وحالته تشفي العدو، وفيه ربعة كيلو اللحم، وهاز الفاس البارح وكيترعد، كيترعد، ما قادش الفاس ثقيل عليه، كيضرب فاس كيرجع ليه رجليه، كيضرب فاس كيترعد ليه في يديه، وبرد الكتاف، ما قادر يحمي حتى راه ولادو من عقرب. اما الاهمال ما نهضروش عليه. قالت لك كاينه حيه هنايا وجايبه الدراري بلا صنادل، جايبه الدراري حفيانين كيضروا في البلاصت ديال الفعه، وسبحان الله الفعه حداهم وكيقلبوا على الفعه. الحمد لله ما عضيتش في داك الولاد اللي جبتيهم حفيانين، وباش تصوروا فيديو توثقوا فيديو مشى عليه. واش الحياء بالله عليكم، واش اللفعه اللحيه اويلي على اللحيه، لا المستاج الحيه غادي تقعد تم حتى يمشي عليه، يجيب كاميرا ويجيب مراته ويجيب بندريس باش يحفروا عليا، غادي تقعد تم، ما عندها فين تهرب. استحمار ما عندهم ما يقدموا، ما عندهم ما يصوروا. صراحه الفيديو ديال اليوم باقي ما شفتوش، والفيديو ديال راضيه وصلت فيها اللقطه فاش خرجوا الزنقه. الفطور تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن كيف العاده. ونقول لك راضيه تكيسي، صحتك هي الاولى، وصحتك هي الاولى اهم من كل شيء. وبقاي تصوري الفيديو في العشيه كيكون بارد تما والظل تما، وبقاي صوري في القهوه تبارك الله ما شاء الله عندك مساحه كبيره فيها، حاولي انك تستغليها في الصيف بالفيديوهات، اكيد غتجي زوينه والتصوير غيجي زوين حسن من الكوزينه. انا هذه النصيحه ديالي. وما عرفت الاخوان ديالنا الاخوات ديالنا واش غيكونوا معايا في نفس الراي ولا لا. تصور في القهوه بارده وطويله وواعره وواسعه، عندها المساحه فين تصور. تفادى ديك الشمس، حتى البنيتات يتفادوا انهم ضربهم الشمس، راه الشمس صعيبه ويمرضوا. اللهم الوقايه خير من العيش كما كنقولوا، خير من العلاج. المهم اخوتي العزاز هضرت في النقاط اللي بغيت نهضر فيهم. السلام عليكم، احبكم في الله. فيديو اخر غدا ان شاء الله غادي نخلي لكم المفيد في الفيديو اللي حطوه، حيت باقي ما شفتوش صراحه الله، وخليت لكم هذا التعليق بالضبط باش نزيدوا نوروا الراي العام بهذه الاخت اللي كتدعي بان الجده ديالها تنصب عليها. بغينا بزاف ديال المعلومات من هذا الشيء. احبكم في الله.